السلام عليكم ويسعد أوقاتكم يا رب، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة كتير زاكية وإن شاء الله إنها رح تعجب الكبير والصغير. وصفتنا اليوم هي كريب، وصفة كتير زاكية ولذيذة وسهلة. لحتى تعرفوا كيف تنعمل كل خطواتها تابعوني لآخر الفيديو. بداية رح نستعرض المكونات كتير سهلة وموجودة في كل بيت وما في اشي معقد. طبعا المكونات رح احطها بصندوق الوصف. عنا سكر، فانيلا، بتقدر تحطوا فانيلا باودر وفانيلا سائلة، بيض بدرجة حرارة الغرفة، طحين منخول، وحليب سائل وزبدة بحرارة الغرفة، بس حطوها كمان 10 ثواني على الميكرويف. هلأ بنجيب جاط وبنحط فيه البيض اللي بدرجة حرارة الغرفة. رح احكي لكم معلومة انه هاي الوصفة بتقدروا تعملوها بالخلاط، ولكن انا حبيت اعمل لكم اياها بالجاط لحتى تكون كل الخطوات واضحة وكيف رح يكون شكل القوام بكل مرحلة احنا بنعملها. مثل ما حكيت لكم هون بنضيف 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، بعدين بنضيف لها معلقة فانيلا، معلقة صغيرة، وبنبلش نخلط بالخليط لحتى يصير لون البيض أبيض ويبطل فيه الصفار بشكل غامق. بنخفق لحتى البيض يعطي رغوة كمان. هلأ بتشوفوا كيف وهلأ بنضيف باقي المكونات. بنحط السكر والزبدة والحليب السائل. شايفين أول إشي كيف الزبدة مش دايبة كلياتها، بس القطع اللي فيها بتكون كتير طرية وسهلة الخفق. هلا بالنسبة للحليب السائل، إذا ما عندكم حليب سائل تقدروا تستخدموا الحليب البودرة، تحطوا معلقتين حليب بودرة جوا كاسة مي وهيك بكون عندكم حليب سائل. هلأ بنخفق كل المكونات كتير منيح لحتى يتجانسوا كل المكونات تقريبا يعني لمدة دقيقتين. الخليط شايفين كيف صار لونه، صار أفتح والبيض هيك عمل رغوة. بعد ما خلصنا خفق الخليط، هلأ أجا دور إنه نحط الطحين المنخول. طبعا بنحطه على دفعتين لحتى ما يكتل معنا. هاي أول مرحلة بنخفقه كتير منيح، وهي تاني مرحلة حطينا المرة التانية الطحين بنخفقهم كتير منيح. طبعا بنحركهم شوي زي ما انتو شايفين بالفيديو لحتى ما يتناثر الطحين معانا ويطلع برا. بنخفقهم كتير منيح. هلأ في حركة اختيارية إذا انت حابة تعمليها لحتى تضمني انه القوام الخليط يكون متجانس وما في اي تكتل، بتقدر تجيبي صفاية وتصفي الخليط لحتى هيك تكوني مطمنة، بس هاي حركة اختيارية يعني مش اجبارية. وهلأ بس نخلص خفق الخليط بنتركه يرتاح على جنب لمدة ربع ساعة. هلأ بالنسبة لقوام الخليط بيكون متوسط، لا هو سائل كتير ولا هو كثيف كتير مثل ما هو مبين معاكم بالفيديو. هلأ بالنسبة لمرحلة القلي، هي مرحلة حساسة لازم تعتنوا فيها كتير منيح. بداية لازم نستخدم قلاية منيحة غير لاصقة، وبندهن فيها دهنة بسيطة من زيت القلي. طبعا بنكون محميين القلاية على نار عالية، وبعدين بنخلي النار متوسطة. في معلومة كتير مهمة انه تخلوا العيار كل مرة يعني متساوي، تحددوا شغلة تحطوا فيها الخليط. يعني مثلا ملات المغرفة كلياتها كل مرة حطوا نفس الكمية لحتى تطلع حبات الكريب نفس الرفع او نفس السمك. تمام. هلأ هون
المفروض إنه إحنا نحرك القلاية بهاي الطريقة، ولكن أنا قلايتي كانت كتير تقيلة فغلبتني بهاي الحركة. عشان هيك بنصحكم لهاي الحركة أو للوصفة هاي استخدموا قلاية خفيفة لحتى ما تغلبكم. هلأ على الوجه الواحد تقريبا بتاخد دقيقة ونص لدقيقتين حسب القلاية عندك. النار بتكون متوسطة. بنفك الأطراف وبنتأكد إنه الوجه التحتاني تحمر أو لا. هلأ هون بنقلبها على الوجه التاني إذا تحمرت. بس تحمرت على الوجه التاني لفيناها دغري وبنخليها تقريبا دقيقة لحتى تاخد لون من تحت، وبعدين هيك بنكون خلصنا أول حبة. بتستمر هيك كل العملية لحتى تنتهي عنا كل الكمية. بنرجع بنعيد الكرة لحتى تنتهي كل الكمية. أنا تاني مرة ما حطيت زيت لأنه أصلا قلايتي ما بتلزق، أما انتو ادهنوا زيت احتياط لحتى ما تنحرق. شايفين كيف العجينة طلعت فقاعات؟ هيك بتكون تقريبا استوت من تحت. بنقلبها على الوجه التاني. وهلأ بننتقل لمرحلة التزيين. المرحلة هاي اختيارية، كل واحد حسب ذوقه. هلأ أنا هون رح أفرجيكم كيف عندي حبات الكريب أو رغفان الكريب كتير طرية وكتير يعني منظرها كتير حلو وسهلة بالتزيين، لا هي ناشفة ولا مكسرة، يعني طالعة ممتازة 100%. وعملت لي تقريبا 12 ل 13 حبة. هون حبيت أفرجيكم أول وحدة عملتها معاكم، لأنه كنت حاطة كمية كتير كبيرة وطلعت الكريب خميلة فشققت وطلعت أبدا منظرها مو حلو. فشايفين كيف طلعت؟ يعني أول وحدة دائما على الأغلب إنها بتفشل، فعشان هيك لازم تنتبهوا. هلأ هون بنبلش بالتزيين. التزيين مثل ما حكيتلكم شغلة اختيارية. بالنسبة للحشوات أنا استخدمت النوتيلا، خففتها بالزيت. ضروري تخففوها لحتى تقدروا تشتغلوا فيها. بتقدروا تخففوها بالزيت وتحطوها بالميكرويف عشان تسيح معاكم شوية، بس انتبهوا عشان ما تنحرق لأنها بسرعة بتدوب. واستخدمت كمان البيستاشيو وصوص الكندر. ومثل ما حكيت لكم التزيين اختياري وذوق شخصي. بتقدر تحطوا الفواكه، بتقدر تحطوا مكسرات، بتقدر تحطوا كل اشي انتو حابينه والاشياء المتوفرة عندكم. بهذا المقطع صورت لكم كيف احنا بنقدر نزين باكتر من شكل، وسرعت لكم الفيديو لحتى تطلعوا عليه بشكل سريع. طبعا هون زي ما حكيت لكم طريقة التزيين طريقة الشكل اختيار منكم، اختيار شخصي. حابة أحكي معلومة بسيطة عن كمية الشوكولاتة أو الأشياء اللي أنتوا بتحطوها. لا تفكروا إنه الكمية هاي قليلة، بالعكس الكمية كتير دسمة وكتيرة. بنصحكم إنه تحطوا فواكه جوا لحتى تكسر الحلاوة تبعت الشوكولاتة، أو مكسرات برضو يعني بتكسر الحلاوة. آه، الفواكه كتير لابقة وخصوصا الموز، برضو الفراولة بتطلع كتير كتير زاكي معاهم. وهاي الأشكال اللي أنا اخترتها للتزيين بتمنى تكون عجبتكم. وبتقدروا تعملوا كمان في شكل اسمه الفيتوتشيني كريب. بتقطعوا الكريب على شكل شرائح مثل شرائح الفيتوتشيني، وبتحطوا عليه مكسرات ونوتيلا وشوكولاتة وبتاكلوها بالشوكة.
وهيك بنكون خلصنا تزيين الكريب ووصلنا معكم لنهاية الفيديو لنهاية الوصفة. وهلأ صار وقت أدوق الكريب معاكم. بصراحة كتير زاكية وكتير هشة وكتير طرية وما بدها اشي، يعني بتنعمل بسرعة. بتمنى انكم تعملوها وتعطوني آراءكم، ولا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. صحتين وهنا، يعطيكم ألف عافية حبيباتي.